السلام عليكم، ازيكم يا كنفاوية؟ عاملين ايه في فيديو جديد؟ الفيديو بتاع النهارده انا جاي اقول لك ازاي تقدر تعمل كيس شيبسي على الكنفا بكل سهوله. لو انت متعرفش اي حاجه سيب نفسك معايا في الفيديو وركز معايا في الخطوات وانا هخليك تطلع من الفيديو فاهم كل حاجه. قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وصلنا على في الكومنتات وكومنت منك كده تشجيع علشان نقدر نستمر في تنزيل فيديوهات تاني. يلا بينا نبدا في الفيديو بتاع النهارده على طول، بس تعالى اقول لك كام حاجه كده لازم تبقى عارفها قبل ما تبدا في التصميم علشان ما تغلطش اي غلطه من الغلطات اللي انا غلطتها زمان وجاي احكي لك عليها دلوقتي علشان ما ترجعش تعمل التصميم من جديد وتلاقي نفسك تعبت وعملت مجهود على الفاضي. يلا بينا. اول حاجه زي ما قلت لكم في الفيديو بتاع اساسيات الطباعه، لو انت ما اتفرجتش عليه ادخل اتفرج عليه علشان تستفاد جامد. تمام. اول حاجه لازم تتاكد لما تبدا تصميم في كانفا انك تبقى شغال بالسنتيمتر، ما تبقاش جايب التصميم الوحدات بالبكسل او مش عارف ايه. لازم تتاكد بالسنتيمتر علشان اي تصميم في الطباعه احنا بنطبعه بالسنتيمتر مش بنستخدم بكسل او اي حاجه. تاني حاجه لازم تكون متاكد من المقاسات بتاعتك، يعني العميل بيبعت لك المقاسات اللي هو تصميم الكيس او كيس الكاراتيه او كيس رز او كيس سكر، كل ده هيبقى على نفس الكلام، يعني اشتغل نفس الكلام بس طبق معاه على انه كيس شيبسي. فاهمني؟ يعني العامل ممكن يقول لك اعمل لي كيس سكر، اعمل لي تصميم كيس رز، كيس مكرونه، مش عارف ايه، ده كله برضه هينطبق على نفس التصميم بتاع النهارده. تمام. ثالث حاجه لازم تبقى عارفها، لازم تعمل تغذيه بصريه او تقول كلمه حلوه للعميل. انا بحب اقولها قبل ما ابدا اي تصميم، بقول له لو عندك نماذج عاجبه حضرتك ابعتها لي. يعني هو لو في تصميم هو عاجبه هيروح يبعت لك الشكل بتاعه علشان تبص عليه. ممكن كمان يقول لك اعمل لي تصميم زي ده بالظبط باختلاف بقى الالوان واسم الشركه واللوجو زي اللوجو بتاع شيبسي كده. طبعا التصميم ده مش اعلان من هو حد يعرفني اساسا. المهم ركز في الحاجات اللي قلت لك عليها، ده جامد علشان شغل الطباعه يا جدعان والله بيحتاج مجهود جامد قوي، يعني مش مجرد الوان وحاجات. يمكن كانفا بيعملوا بس مش احسن حاجه برضه زي فوتوشوب، علشان فوتوشوب بتظبط الدرجه بتاع الالوان وحاجات كده. لو تعمقت في شغل الطباعه، الناس اللي هي شغاله في الطباعه التصاميم وكده هتبقى فاهماني. تمام. انا على نفسي يعني انا مبتدئ في الطباعه فاهم، فانا جاي اقول لك الخبره اللي انا اتعلمتها وان شاء الله تستفاد وهتطلع خبره كبيره بالنسبه لك ومش هتخسر اي حاجه. فيلا بينا نبدا الفيديو بتاع النهارده، وتاكد انك عامل لايك للفيديو وصلي على النبي. بس ادوني 5 دقايق بس اكل كيس الشيبسي وبعدين ارجع لكم تاني. بص، اول حاجه عاوز اعرفها لك برضو ان كيس الشيبسي بيكون جنبين، يعني اول حاجه الوش زي ما انت شايف كده، تاني حاجه الظهر. تمام. فاحنا هنروح فردين الكيس، يعني هنفتحه من على الجنب وهنفتحه من تحت علشان نشوف الشكل ونتخيل شكله كان عامل ازاي هو بيتصمم قبل ما يطبع. تمام. تعال نفتحه بالمقص دلوقتي، يعني نفتح من على الجنب من هنا وتروح فاتح من الجنب دي. تعالوا بينا نفتح وبعدين نرجع تاني. بص يا كنفاوي، زي ما انت شايف كده، يعني الجنب الاول ده هو بيكون في نفس التصميم، يعني مش بتعمل ده لوحده وده لوحده، لا هو بيكون نفس المقاس كده. بتعرف المقاس الطول كام، العميل بيديك الطول كام والعرض كام. تمام. او ممكن تشتغل يعني على حسب ما العميل يقول لك. فاهمني؟ يعني ممكن تلاقي كيس طويل كده، كيس مش عارف بالعرض، على حسب بقى. اول جنب بيكون موجود فيه الاشكال واللوجو بتاع الشركه والسعر ومش عارف ايه. الجنب اللي ورا بيكون فيه البيانات اللي هي الداتا دي طبعا العميل بيبعتها لك، اللي هي الخالي مش عارف ايه والتكوينات والبروتينات والحاجات دي كلها طبعا العميل اللي بيبعتها لك. تمام. فاحنا هنحاول برضو ننزل اي صورة بيانات داتا زي دي علشان نضيفها في التصميم، يعني علشان احنا ما عندناش داتا علشان التصميم وهمي. تمام. فيلا بينا دلوقتي ننزل اول حاجة اللوجو بتاع شيبسي، هتلاقيه على جوجل او اي لوجو قدامك وهمي، او اعمل لوجو لنفسك وهمي وكده نشتغل عليه علشان بس تفهم الفكرة كلها اتعملت ازاي من الصفر. وبما اني ما اعرفش المقاس بتاع كيس الشيبسي فانا هدخل على شات جي بي تي اقول له مقاس كيس الشيبسي كام علشان يقول لي المقاس الطول والعرض كام ونشتغل على التصميم بتاعنا. وشوف برضو انت تفكيرك هتبقى ماشي ازاي في التصميم. ولو احتجت تعمل تغذية بصرية زي ما قلت لك، العميل هيبعت لك نماذج تبص عليها، او انت عامل نماذج تغذية بصرية وابعت له نماذج، قول له لو في حاجة من ده عاجبة حضرتك قول لي عليها علشان اعمل فكرة قريبة منها. تمام. فيلا بينا من غير كلام كتير نبدأ في الفيديو بتاع النهارده. اول حاجه الكنفاويه احنا محتاجين نعرف مقاس الشيبسي يبقى كام. طبعا انت لما يطلب منك كيس او ستيكر العميل بيبعت لك المقاسات مظبوطه، فاحنا عشان التصميم وهمي وما نعرفش المقاس مظبوط فنروح داخلين على شات جي بي تي هنقول له عايزين مقاس كيس شيبسي، كيس شيبسي او كيس رز على حسب. يعني مثلا لو كيس رز قول له عاوز كيس رز كيلو. الحاجات دي طبعا العميل بيبعتها لك فلازم تبقى واخد المقاسات مظبوطه. بص بيقول لك مثلا الصغير 15 في 10 سنتي، ال15 اللي هو بالعرض علشان بيبقى وجهين فبيبقى طويل، والطول 10 سنتي. احنا مثلا هنعمل اللي هو 15 في 20 اللي هو المتوسط، يبقى كده العرض 20 والطول 15 سنتي. ماشي. تاني حاجة هنروح داخلين على جوجل عشان نجيب لوجو شركة شيبسي. هنكتب كده في البحث لوجو
شركة شيبسي. تمام، هتلاقي ظهر قدامك بالشكل. ادخل على الصور هتلاقي ظهر قدامك كده. نزل اي صور من الصورة دي. ما احنا هننزل الصورة دي مثلا شيبسي، او مثلا نزل الصورة يعني اي صورة من الحاجات دي. ماشي، مثلا نزل الصورة دي، دوس كده بعدين دوس تنزيل، هتلاقي الصورة نزلت عندك على الفون. بعدين هنروح راجعين لشات جي بي تي، هنقول له عاوزين درجتين الوان من الاحمر والاصفر عشان نعمل تصميم الكيس. عايزين درجة اللون الاحمر والاصفر. بص هتلاقي بعت لك الكود بتاع كل لون. احنا هناخد اول كود ده كده نسخ اللي هو الاحمر، وبعدين ناخد الاصفر. تمام، يبقى كده اتفقنا. مقاس التصميم بتاع كيس الشيبسي 20 في 15 سنتي. هنروح داخلين على كانفا، ما تنساش تصلي على النبي. تروح دايس على كلمة إنشاء اللي تحت دي، هتلاقي في حاجة اسمها تخصيص الحجم. طبعا هنا مفيش مقاسات كيس الشيبسي في كانفا، فانت لازم تعمل انت المقاس بنفسك. شايف انت كلمة الوحدات اللي هي على الشمال دي فوق؟ دوس عليها اتأكد ان هي بالسنتيمتر. تمام، الطول زي ما اتفقنا هيبقى 15 سنتي، والعرض هيبقى 20 سنتي. بعدين دوس ابتكار تصميم جديد، هتلاقيه فتح معاك المقاس اللي انت شايفه ده. هو تقريبا برضو نفس مقاس كيس شيبسي بالظبط. يعني شات جي بي تي يعني اعتبره صاحبك وبيساعدك في الموضوع. تمام، هنروح شادين الصفحة كده، هنضيف في الصفحة التانية كيس الشيبسي علشان نشوف شكله ونبقى نبص يعني عليه، نغش منه باختصار يعني، فاهم؟ علشان نبقى عارفين هنعمل ايه. كيس الشيبسي زي ما انت شايف اهو كده، هنحطه هنا مثلا، واحنا هنشتغل في الجنب ده. طبعا زي ما قلت لكم الكيس الشيبسي بيكون وجهين، الوجه اليمين ده والوجه اللي بيكون ورا الجنب الشمال. تمام، في شغل الطباعة بالذات في حاجة مهمة لازم اقول لك عليها. في شغل الطباعة وانت بتعمل اي تصميم طباعة لازم تبقى واخد بالك من الحتة دي. لازم تسيب من كل طرف مثلا 2 سنتي 3 سنتي. ليه بقى؟ لان بص مثلا كيس الشيبسي من فوق كده، شايف انت اللزقة اللي من فوق ده لما بيتني بيتلزق في بعض الاطراف، فاحنا ما ينفعش نعمل اي حاجة على الاطراف علشان هتتمسح او هتتقص من الكيس. تمام، فهتروح داخل على العناصر كده، ادخل على الاشكال او هات شكل المربع، ادخل على الاشكال كده وهات شكل المربع دي كده. تمام، وخلي اللون بتاعه احمر، الاحمر اللي انت لسه جابه دلوقتي. اكتب فيك كده، اكتب كده في الكود اللون الاحمر. لو انت متعرفش الاساسيات ارجع للفيديو الاساسيات على القناة. كبر كده التصميم. عايزك تخلي التصميم، احنا زي ما اتفقنا هيبقى 15 في 20 سنتي. تمام، فاحنا زي ما اتفقنا التصميم كله 15 في 20 سنتي. 15 اللي هو الطول، فاحنا هنسيب 3 مللي من فوق و3 مللي من تحت. لو التصميم كبير فانت هتسيب بالسنتي، يعني مثلا كنت سبت 3 سنتي و3 سنتي، لكن هنا عشان اصلا التصميم صغير 15 سنتي فانت هتخلي 3 مللي بس. تمام، ف3 مللي من فوق و3 مللي من تحت، يبقى كده 6 مللي. 6 مللي من 15 يبقى تفضل كام؟ 14 و4 من 10. تمام، يمكن انت مش فاهم الموضوع ده أوي. المهم يعني تسيب 3 مللي من كل طرف. شايف انت الاطراف البيضاء دي؟ المفروض احنا ما نعملش اي حاجه في الاطراف البيضاء علشان دي بعد كده ممكن تتقص او ممكن تتني زي ما قلت لكم، فما ينفعش نعمل اي حاجه فيها. تمام، بعدين ندوس تكرار، نخلي نص المربع ده علشان يبقى صفحتين، نص احمر والنص التاني مثلا ابيض، بالشكل ده. ارجع كده للكيس الشيبسي هتلاقي بنفس الكلام برضو، الجنب اللي قدام ده بالاحمر والجنب اللي ورا ده باللون الابيض. تمام، احنا هنشتغل اول حاجه في الجنب اللي قدام. بص كده للصفحه التانية اللي هو تصميم كيس الشيبسي، هتلاقي اللوجو في النص وفي دوائر كده معموله بالشكل. اوريك تعمل ازاي الدوائر دي على كانفا. ادخل على العناصر، بعدين اختار شكل الدايره دي، خليها احمر تقيل شويه، يعني خش اختار من الاحمر نفس الدرجه بس تقلها. تقلها هتنزل كده الشريط لتحت. بص هتلاقي بالشكل ده كده تقلت معانا شويه، صح؟ احنا هنعملها كده في النص اول دايره كده، بعدين نعمل تكرار، صغرها كده شويه وخليها لون الاحمر اللي هو الاساسي بتاعنا كده. بعدين نخليهم حته واحده الاتنين، دوس تحديد كده الاتنين واختارهم وبعدين دوس تجميع. شايف انت الشكل ده؟ عايزين نعمله التكرار كذا مره. دوس كده مره، دوس تكرار، كبر كده شويه، حط فوقيه كده، وافضل كرر لحد ما تخلي الصفحه كلها دوائر بالشكل ده. كده كده كرر 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 ما تزهقش. وانزل من الطبقات خليها تحت خالص، ودوس تكرار تاني اخر مره معانا. خلاص كده يبقى عملنا الدوائر اللي بالشكل الكيس الشيبسي. اللي تعملها تكرار تخش على الطبقات وتخليها من تحت خالص. تمام، بقت بالشكل ده. احنا عاوزين نخلي الشكل ده كله يبقى حته واحده. هنعمله ازاي؟ ادخل كده على الطبقات، اختار اي واحده منهم، بعدين دوس تحديد واختارهم كلهم مع بعض كده كده، وبعدين دوس تجميع. طبعا عشان هما داخلين في الصفحه التانية، ازاي نخليهم ما يبقاش ظاهرين في الصفحه البيضاء؟ دوس على المربع الابيض، بعدين ندخل على الطبقات،
بعدين خليه فوق الدوائر بالشكل ده. بصوا، بعدين دوس تكرار كده المربع الابيض وهاته في الاطراف دي كلها علشان يبقى فوق الدوائر دي. بص بالشكل ده كده. كده كده احنا زي ما اتفقنا احنا مش هنعمل اي حاجه في الاطراف، يعني اشتغل في نص التصميم بتاعك، بلاش الاطراف خالص. تمام. كبر الدوائر دي شويه كده، بقت بالشكل ده. بعدين هات اللوجو بتاع كيس الشيبسي اللي انت لسه منزله، وبعد ما جبت الصوره ادخل على مزيل الخلفيات، هتلاقي شالك الخلفيه بتاع اللوجو زي ما انت شايف كده. بعديها مثلا تصغر اللوجو تحطه مثلا في الحته دي مثلا يعني بالشكل ده كده. بعد كده المفروض ننزل البطاطس بتاعتنا اللي هنضيفها في التصميم. ادخل على العناصر وابحث على بطاطس. بص هتلاقي صورة بطاطس كتير زي اللي قدامك دي ظهرت كده. احنا هننزل اي صورة من الصور دي. ممكن تنزل الصورة دي مثلا. ممكن تنزل الصورة دي مثلا، صغرها كده شوية وحطها هنا. هنبقى نعمل لها ظل شوية، المهم ما تخليهاش بعيد الطرف، يعني خليها في النص كده بعيد الاطراف قصدي، علشان ما تتقصش بعد كده من الطباعة. شوف هنا مثلا عامل لها الظل، لازم تعمل الظل بتاعك علشان يبقى ماشي مع التصميم. ادخل على العناصر واكتب برضو ظل زي ما علمتكم. لو انت متعرفش تعمل ظل ارجع الفيديو، عملت على القناة فيديو كامل ازاي تعمل ظل على كانفا وهتستفيد منه جامد. ادخل على الطبقات، بعدين شد الظل خليه تحت البطاطس بالشكل ده. اعمل تكرار تاني تحت كل حباية حط ظل كده ماشي. وهنا واحدة كمان يعني ظبط، انت ما تستعجل، انا بستعجل بس عشان الفيديو ما يبقاش طويل وتزهقوا منه. تمام. بعد كده المفروض نجيب صورة بطاطس شيبسي طايرة في الجو كده. ادخل على العناصر برضو، اكتب في العناصر شيبسي. بص هتلاقي جاب لك صور زي اللي انت شايفها قدامك دي، ممكن تنزل اي صورة من دي. روح مثلا مختارين الصورة دي. تمام. احنا عاوزين بس ناخد الحب اللي هو طاير، الورق اللي هو طاير بتاع الشيبسي. هنقص الصورة الباقية ازاي؟ هتقلب تحت كده هتلاقي كلمة ممحات البكسل، ادخل عليها بعدين امسح ده كده كله. امسح امسح امسح، خلي بس البطاطس اللي هي الشيبس اللي هي طايرة في الجو دي بس. زي ما انت شايف قدامك كده الصينة بطاطس الشيبس التانية خلينا دول بس. تمام. بعدين وزعهم كده في التصميم بتاعك، يعني اعمل تكرار كده تاني. هات واحدة مثلا حطها هنا نص الجنب ده كده، خلي بس الحباتين دول وندوس انعكاس. ممكن كمان لو هو بالفلفل مثلا، يعني ده بالبطاطس والفلفل مثلا، ادخل على العناصر اكتب فلفل. هات مثلا الصورة دي كده حطها بالشكل ده، يعني عجبتني دي بصراحة. نحطها كده في الزاوية بقت بالشكل ده، ونمسح الصغير ده. تمام. اهم الشغل ايه؟ ظبط الشغل. انا عاوزك تاخد راحتك، انا والله مستعجل بس عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم وتزهقوا منه، عشان عارفكم بتزهقوا من الفيديوهات بسرعه. تمام. بعد كده احنا يعتبر عملنا الجنب الاساسي في التصميم بتاعنا اللي هو الوش. عاوزين نعمل ايه كمان؟ نضيف السعر بتاع كيس الشيبس زي ما انت شايف كده قدامك، مثلا ده ب10 جنيه. ادخل مثلا كده على عناصر، اكتب في البحث دائره مثلا. عاوزين شكل دائره حلو يمشي في التصميم بتاعنا. هتلاقي كلمه تصميم الجرافيك، ادخل عرض الكل، دور في الاشكال دي على شكل حلو يمشي في التصميم بتاعك. انا مثلا عجبني الشكل ده مثلا يعني عجبني الشكل ده. خلي اللون ابيض بدل بنفسجي، خلوه لونه ابيض. تمام. بعد كده ندخل على النص ونكتب ب10 جنيه. تمام. نخلي اللون احمر، الاحمر اللي معانا برضو في التصميم، احنا مش هنشتغل في حاجة غير الاحمر والاصفر والابيض بس. بعدين ندخل على الخط، اختار فونت كويس. تعال نرجع لصورة الشيبس اللي في التصميم التاني كده، نشوف هو موجود ايه فيه كمان. موجود فيها كلمة ملح علشان هو بالملح. طبعا احنا التصميم بتاعنا بالفلفل، كيس الشيبس ده بالفلفل، فاحنا نعمل تكرار ونعمل بالفلفل الحار. نكتب بالفلفل، اكتب الفلفل الحار، ونخلي اللون بتاعه ابيض، ابيض او اصفر يعني انت وذوقك. خلينا مثلا كده بالفلفل الحار ونحطه هنا او تحطها في الجنب اللي عجبك. تعالوا بقى نشتغل في الصفحة التانية. المفروض في الصفحة التانية زي ما قلت لكم موجود الداتا والتفاصيل ومش عارف ايه.
فاحنا المفروض في الجنب التاني من كيس الشيبسي يا كانفوي هنكتب البيانات بتاع كيس الشيبسي والمكونات بتاعته والصلاحيه وتاريخ الانتاج ومش عارف ايه والكلام ده. على فكره عاوز اقول لكم ان تصميم كيس الشيبسي ليه كذا شكل، يعني ممكن الشكل ده يبقى في النص ويبقى على الطرف في جنب من الداتا والجنب التاني، عشان اعمل لكم شكل تخيلوا علشان تفهموني اكتر. ادخل مثلا على عناصر كده واللون، اختار اللون الاحمر عشان بس محدش يعلق على الحته دي. تمام. في شكل شايف انت الجنب الاحمر احنا اشتغلناه ده ممكن يكون في النص هنا، ويكون الجنب ده مكتوب فيه داتا والجنب ده برضو مكتوب فيه داتا، والاتنين بيتقفلوا على بعض لما بيطبع. يعني ليه كذا شكل عشان بس محدش يعلق على النقطة دي، هو ليه كذا شكل. بس احنا مثلا اشتغلنا في الجنب ده كيس الشيبسي في الجنب ده، والداتا كلها موجودة في الجنب ده. احنا ناخد اللوجو بتاع كيس الشيبسي من هنا نسخ، نعمله تكرار كده ونحطه هنا مثلا. بعدين نعمل تكرار للفونت ده ونكتب مثلا بطاطس طبيعية، 100% بطاطس طبيعية، ونحطها مثلا في الجنب ده هنا كده مثلا. زي ما قلت لك خليك بعيد الأطراف، شايف أنا الأطراف سايب حتة قد ايه. ادخل على عناصر اكتب 100%، يمكن نلاقي شكل كويس. زي ما انت شايف قدامك جاتلك حاجات برضو جميلة زي اللي انت شايفها دي. اختار مثلا الشكل ده، خلي اللون الألوان كلها زي اللي قلت لك اللي احنا مستخدمينها. خلي الأزرق ده يبقى أصفر، وخلي الأحمر ده يبقى الأحمر اللي معانا في التصميم، ونحطها مثلا هنا في الشكل ده. يعني هي أذواق، يعني انت ممكن تختار أي شكل تاني، مش لازم اللي أنا اخترته، فاهمني؟ يعني ممكن تختار أي حاجة من الحاجات دي. بعدين ادخل على العناصر، اختار شكل مربع، اختار شكل مربع ده ماشي. بعدين ادخل على النمط، اختار أول خط ده كده تمام. بعدين صغر شوية خليه مثلا 3 أو 2، خليه 3. بعدين اختار لون الخط خليه أحمر. بعدين ادخل على اللون اللي هو البينك ده، خلي اللون أول علامة دي من غير لون، هتلاقيه بالشكل ده ماشي ماشي. بعدين صغره شوية كده، بس عاوزين النمط يبقى الخط صغير شوية، فاحنا نخليه مثلا الخط 1. بعدين نظبطها كده شوية، هاتها هنا شوية كده، ممكن تخليها بزاوية كمان، ادخل على الزاوية كده وهاتها كده، يعني مثلا نخليها بزاوية أحسن برضه. تمام. حطها هنا مثلا كده. بعدين نعمل تكرار للفونت ده، اكتب تاريخ الإنتاج، تاريخ الإنتاج نقطتين، ونحط هنا. بعدين دوس تكرار تاني واعمل تاريخ الانتهاء. دي طبعا كلها بيانات العميل اللي بيبعتها لك. تمام. تاريخ الانتهاء، بس انا بوريك بس هتعملها ازاي، وتحطها بالشكل ده كده. تمام. المفروض برضو نكتب تحت هنا المكونات، فاحنا هنروح دايسين تكرار هنا واكتب المكونات. المكونات هتلاقي في حاجات زي اللي انت شايفها دي قدامك ظهرت، ممكن تختار مثلا الشكل ده اللي هتكتب عليه كلمة المكونات. خلي الاصفر ده مثلا الاصفر اللي معانا في التصميم. خليك في الوان معينة اللي انت اخترتها من ChatGPT تشتغل بيها، بلاش تخترع الوان جديدة بالشكل ده. المفروض تحت بقى تروح كاتب هنا المكونات بتاعتك، هيقولك عليها مش عارف بطاطس كام والزيت كام ومش عارف حاجات، يعني هيقولك عليها. الجنب التاني برضو يعني شايف انت الجنب ده برضو هنكتب فيه كلام. المفروض هنا شوية كلام يتكتبوا برضو بالانجليزي، اللي هي البروتينات ومش عارف الكربوهيدرات والحاجات ده كله العميل اللي بيبعتها لك. تمام. فاحنا ممكن ندخل على ChatGPT نقول له عايزين شوية داتا، عايزين داتا، عايزين داتا بالانجليزي لظهر الكيس الشيبسي، لظهر كيس شيبسي. بص هتلاقي كتب لك كذا حاجه زي دي، هي دي الداتا. بص البروتينات ومش عارف ايه، انت ممكن تاخد شويه حاجات من دول. طبعا العميل بيبعت لك حاجات كتير لازم تكتبها، فاهم؟ ناخد ده كله نسخ كده، شده كده لتحت، شد شد شد. بعدين نسخ. بعدين نرجع لكانفا، خش على النص، اضافه عنوان، بعدين نضيف الكلام ده كله. انا عايزك بقى تظبط الشكل. انا بص الشكل عامل كيف، الكلام عامل كيف، انت ممكن تخليه بقى شكله متناسق الكلام وبتاع. فاحنا نخلي اللون الاول احمر. تمام بالشكل ده. انت المفروض بقى تظبط الكلام، يعني خليه متناسق، خلي كل البداية من الكلام هي فاهمني. هحط لك صورة بس عشان تفهمنا اكتر، عشان ما اخليش الفيديو طويل عليكم. يعني انت شايف هنا مثلا الكلام معمول كيف، انا عاوزك تعمل بنفس الطريقة الكلام هنا يبقى هو. انا بس عشان الوقت مش هخليه كده بنفس التنسيق اللي بوريته لكم دلوقتي، هخليه بس اي حاجة هنا. المفروض في الحتة الفاضية دي تكتب التاريخ، تكتب الباركود، تحط الباركود بتاع الشركة بتاع شيبسي.
احنا ندخل على العناصر، نكتب مثلا باركود، نختار مثلا الباركود دي، خلي اللون البينك ده يبقى احمر، تمام، وتحطه تحت مثلا هنا بالشكل ده. وهنا المكونات زي ما قلت لكم، تكتب بطاطس مش عارف ايه، انا مش عاوز بطاطس مش عارف ايه، فلفل، زيت، مش عارف اي حاجه تاني، وتصغرها شويه. هنا الحاجات دي كلها العميل قلت لك هو اللي بيبعتها لك، تمام. احنا كده يعتبر خلصنا الكيس الشيبسي بتاعنا الحمد لله، وزي ما انتم شايفين عملنا كيس شيبسي زي اللي انت شايفه قدامك، تمام. ممكن تدخل على عناصر، اكتب بطاطس، تختار مثلا الشكارة بتاع البطاطس دي وتصغرها شويه هنا، وتحطها بالشكل اللي انت شايفه قدامك كده، وخليك بعيد الاطراف برضه. ادخل على العناصر، في حاجه كمان عجباني قلت استخدمها، ادخل على العناصر كده، اكتب عناصر، استخدم انت مثلا اشكال زي دي كده، شوف حاجات زي دي مثلا كده، ممكن تخلي لون ابيض او خليه اصفر زي اللي انت مستخدمه ده. تمام كده احنا خلصنا الكيس بتاع الشيبس. هقول لك دلوقتي ازاي تحفظ التصميم بتاعك علشان يبقى جاهز للطباعه ومفيش اي غلطات، تمام. هتدوس على السهم اللي فوق ده كده، بعدين دوس تنزيل، بعدين اختار نوع الملف PDF للطباعة، بعدين اختار الصفحة بتاع التصميم بتاعك اللي هي أول صفحة، بعدين اختار ملف التعريف اللون CMYK للطباعة، بعدين تدوس تنزيل يا باشا، بس هتلاقيه نزل عندك. تعال دلوقتي ننزله PNG علشان نحطه على موك اب زي ما احنا متعودين، لازم نحط الحاجة على موك اب طبعا عشان تبعتها للعميل، عشان ما ينفعش تبعته له كده على طول، لا حط على موك اب علشان يتخيل شكله بعد كده لما يطبع هيبقى عامله ازاي. ممكن تدخل على جيميناي او ChatGPT، بعدين هنقول له حط كيس الشيبسي ده على مكعب، حط التصميم ده على كيس شيبسي ويكون في محل واقعي، في محل، هتلاقي عامل لك موك اب للكيس الشيبسي زي ما انت شايف كده. تخيل انت تبقى في المحل وبتشتري وفجأة تلاقي الكيس الشيبسي بتاعك اللي انت عامله موجود قدامك، يعني مش هوصف لكم الاحساس بصراحة. هتروح منزل الصورة وبس بالشكل الجميل ده. اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو، وما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات وتعمل لايك الفيديو، واستنوا الفيديو الجديد. سلام.